السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. فيديو النهارده مميز جدا، هنعمل مع بعض الفطير المشلتت باسهل وانجح طريقه للفطير المشلتت. مكون واحد بس هينسيكي اي مشكله في الفطير، هيطلع معاكي زي ما انت شايفه كده ما شاء الله، طري مورق بطعمه مميز جدا جدا. انسى انه يكون ناشف معاكي او معضم معاكي، هنعرف تكاته وتفاصيله واحنا شغالين مع بعض. شايفه ما شاء الله طبقات كلها زي بعضيها ازاي، ورقات كلها مورقه، وهتعتمدي بجد الطريقه دي لان مكون واحد بس هيفرق معاكي في الطعم وطراوه الفطيره كمان. ما شاء الله شايفين يا بنات؟ يلا بينا نشوف الطريقه على طول ونتابع الفيديو للاخر لان في معلومات كتيره هتفيدك. وما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده، وكمان مشاركه لكل حبايبكم. يلا نشوف على طول الطريقه عشان كمان الكل يستفاد. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونجيب نص كيلو من الدقيق. تمام، هنضيف عليها معلقه من رص معلقه كده من الملح ونقلبه كويس جدا. المكون بقى اللي بقولك هيفرق معاكي ربع كوبايه من الدقيق السميد. السميد يا بنات ما ينفعش يكون اكياس، سايب من عند العطار. هنقلبه كويس جدا مع بعض كده، وهقولك فايده السميد للفطير ايه. تمام، هنبدأ نضيف المية بالتدريج كده. نضيف الأول كوباية وبعد كده نحط حوالي هنا كوباية إلا ربع من المية، هنضيفها بالتدريج. بس الأول نسمي الله ونصلي على الرسول علشان البركة كده تكون موجودة في أي حاجة انت بتعمليها. قلبنا المكونات كلها مع بعضيها بالشكل ده. هنعجن كده، نلم كده العجينة وبعد كده هنلمها ونحطها على الرخامة عشان أكون متحكمة في العجينة وأنا بعجنها كويس. طبعا بالنسبة للدقيق يا بنات، الدقيق متعدد الاستخدامات لأن المكون اللي احنا حطيناه اللي هو السميد بيفرق معانا في توريق الفطير وفي كمان في العرق بتاعها. هنا هنضيف المية بالتدريج زي ما انت شفت كده، واحده واحده. فايدة ان احنا بنضيف بقى الميه واحده واحده ليه؟ ما نحطهاش مره واحده واحنا عارفين كميه الميه اللي نص كيلو اللي بتخليها ما تلزقش مني. تمام، وفي نفس الوقت بتنعمي العجينه وكمان بتزود العرق فيها. كل ده فايده حلوه قوي قوي للعجين. بنضيف بقى الميه حبه حبه. شفتي كام فايده بقى؟ اهي حبه ميه اهي، بدهن ايدي كده. هي خدت بالظبط كوبايتين الا ربع يا بنات النص كيلو دقيق. طبعا الدقيق بيختلف من دقيق على يعني من دقيق لدقيق، ممكن تاخد معاكي من كوبايه ونص لكوبايتين الا ربع. تمام، هنعجنها كويس جدا لحد ما تنعم معانا. احنا قلنا فايده الميه بالتدريج كويسه جدا للعجين، بتنعم معاكي العجينه ازاي وكمان بتزود العرق فيها وما بتخليهاش تلزق معاك. نعجن كده لمده ما تقلش كده عن حوالي 7 دقايق 5 دقايق لحد ما تلاقي العجينه عامله ازاي، طريه وحلوه جدا جدا. هوريكي طراوتها ازاي ونعمت ازاي. هنبدا بقى نقرص العجينه بس هسيبها تريح شويه. تمام، انا هنفردها على طول بس انا هنسيبها تريح وبعد كده نقرصها بقى كور. الكوره قد ايه يا بنات؟ عملت الكوره حوالي 100 جرام، يعني بصي كبيره كده قد البرتقانيه كده. هنعمل حوالي 6 كور، لا عملنا حوالي 9 كور. تمام، لان عملت الفطيره 3 كور في قلب بعضيهم. عملنا حوالي 9 كور، كل كوره 100 جرام. بالنسبه للسؤال بقى المهم اللي كلكم بتقولوا فايده السميد ايه للفطير العجينه، احنا متعودين دايما ان الدقيق ميه وملح. تمام، بس فايده ان السميد هنا بيكسر العرق اللي في الدقيق، فبالتالي لما تفردي الفطيره بتتفرد معاكي بكل سهوله. حتى بعد التسويه انسي ان الفطير يكون معضم معاكي او ناشف معاكي. والبديل كمان للدقيق السميد دقيق الذرة سواء ابيض او اصفر. زي ما انتوا شفتوا كده جبنا مادة التوريقة بعبارة عن ايه؟ عن كوباية سمنة على زيت. تمام، كوباية سمنة على زبدة. وبالنسبة اما نيجي نحط اول كورة بنحطها على زيت يا بنات. ليه بنحطها على زيت؟ لان احنا في جو الشتاء ممكن نحط من التوريق اللي احنا عاملاه، مادة التوريق دي اللي احنا عاملينها، فالدنيا شتاء هتجمد معاك. فاحنا بنحط بقى يعني حاجة بسيطة، معلقة بسيطة من الزيت ونفرد عليها الفطيرة. تمام، فالزيت هينفع معاكي وانت بتفردي الفطيره هيمشي معاكي على طول. تمام، هنا ينفع انك نحط يعني نحط بديل للسميد. تمام، اللي هو دقيق الذره. هناخد كمان كوره ونحط خيط كده من الزيت وبعد كده نحط من السمنه على الزبده اللي احنا عاملينها دي ونبدأ نفرد كده. طبعا الزبدة بتطري العجينة زي السمنة بالظبط، بس اوعك تحطي زيت لان الزيت بينشف العجينة. احنا بنحط زيت بس واحنا بنفرد الكورة كده عشان تسهل معانا عملية الفرد. تمام، هنفرد كده
هنورق. مش بصي يعني الزيت بيورق كمان معاكي العجينه يا بنات، بس احنا ما بنحطوش عشان ما نشفش معاكي العجين. فبنحط حاجه بسيطه بين كل طبقه والتانيه، ندهن دهنه بسيطه كده من ماده التوريق اللي احنا عاملينها، وبعد كده نطبقها كده بالشكل ده. عملت الفطيره 3 كور في قلب بعض. تمام. ينفع بقى ان احنا يعني ان انتي تعمليه من غير سميد. تمام. احنا متعودين دايما ان الفطير ميه ودقيق وملح، فما مش مشكله السميد، ولكن السميد بيفرق معاكي بالنسبه لو في التوريد، وبيبقى جميل جدا ومبيبقاش معضم، يعني انسى اي مشكله، يعني تجنبي اي مشكله بالنسبه للفطير لو انت حطيت السميد. تمام. شايفين عملت الفطيره 3 كور في قلب بعضيها. بجيب الصينيه دهنها دهنه بسيطه من السمنه او ماده التوريق اللي انت عاملاها. الصينيه دي حوالي 32. تمام. هتعمليها اكتر، يعني لو عملتها 6 عشان تطلع معاكي مكتومه، فخلي بالك الصينيه على حسب الفطيره اللي انت بتحطيها. طبعا بالنسبه للفطير بينفرد معايا بكل سهوله كمان، ان يعني بتعجنيه كويس قوي. هنا ممكن لو حد سالني ممكن تستبدلي الميه باللبن. اللبن يا جماعه بيخليه تقيل، انما الميه بتخليها خفيفه، وكمان بتنعم العجينه. ازاي؟ العجينه جميله جدا ومخدومه قوي قوي، والسمنه كمان بتدي طعم مميز، والزبده بتطري العجينه. احنا قلنا الكلام ده كله. وخلي بالك من كام ملاحظه، ما انت شفتي الزيت بحط اهو. الزيت بيخلي الفطير بيورق ومظبوط وخفيف معاكي جدا لما بتفردي عليه، مش لما تدهنيه فيه. لما تدهني تحطي زيت على سمنه على زبده حلو جدا، انما لو عملتي زيت بس، الزيت بينشف العجينه، فخدي بالك. شفتي الزيت يعني بيخليهاش معايا في الشتاء، بتسهلي وانتي بتفرديها. يعني عمليه الفرد بالنسبه للزيت حلوه جدا، بيفرد معاكي بسهوله طبقه جوه طبقه. ازاي؟ اهم حاجه تكون شفافه كده شويه، علشان بعد التسويه تبقى ايه التوريقات كده بتبقى خفيفه. هنبدا نجيب تاني كوره اهيت، وحطيت يا دوب خيط زيت كده على الرخامه وبدات افرد، بيتفرد معايا بكل سهوله. ونبدأ نحط بقى كمية من السمنة اللي احنا عملناها، سمنة على زبدة. كوباية سمنة على زبدة يا بنات. ممكن تعملي سمنة على زبدة على زيت، بس ما تكتريش في الزيت. واحنا قلنا على الدقيق قلنا على نوع متعدد الاستخدامات، ويورق معاك وهيبقى زي الفل. نبدأ نحط طبقة بسيطة من فوق الوش كده، نسيبها بقى ترتاح. وبعد ما ترتاح نبدأ نفرد العجينة بالشكل ده. أبدأ من جوه على بره بالشكل ده كده اهو. احط حاجه بسيطه من فوق الوش عشان بس تمشي معايا، لان احنا في جو شتاء وبتجمد معايا بسرعه. كوبايه السمنه، نص كيلو خدوا كوبايه سمنه على زبده. التالتة اهي. نفرد من جوه على بره بالشكل ده كده، ونسيبها بقى تريح. وبعد ما تريح اروح اولع الفرن. انا عاملاه فرن غاز، لو انت تعملي فرن البوتاجاز هتحطيه على الشبكه اللي في النص على درجه حراره 200، هياخد معاكي بالظبط 10 دقايق. شايفين يا بنات الفقاقيع اللي بتبقى فوق الوش ده؟ بتعرفي ان هو مورق معاكي وجميل ازاي. طريقه حلوه جدا جدا. هنسيبها بقى ترتاح حوالي بالظبط كده ربع ساعه عقبال الفرن ما يسخن، وهناخد بقى ايه اول واحده عملتها ونبدا ندخلها الفرن. انا عاملاها في الفرن الغاز اهيت، النار بتكون وسط، وبين كل وقت والتاني نبدا ان نديرها كده. شايفه منفوخه معايا ازاي؟ هتعرفي ان الطبقات كده مورقه معاكوا زي الفل. واول ما بتاخد لون من تحت بنعلي الشوايه بتطلع بالشكل ده. بدهنها دهنه بسيطه كده من الزبده، سمنه بلدي. طبعا طعم الفطيره بيفرق معاكي في نوع السمنه اللي انت بتحطيها. التانية هي كمان ما شاء الله، التلاتة طالعين، التلاتة ما شاء الله احلى من بعض، ورقه معاكي وهتبقى زي الفل بالمكون اللي انا بقولك عليه. شايفين يا بنات؟ سبتها بقى تغطيها كده بكيس حراري، وبعد كده او تحط فطيره فوق فطيره، هيطروا بعض اول ما يطلع. تعالي بقى نشوفها من النص عامله ازاي. ما شاء الله، طريه وخفيفه، مش معضمه مش ناشفه، والطعم والريحه من الاخر ما شاء الله جميله جدا جدا، مع عسل بقى على طحينه مع جبنه حادقه، جميله جدا. والتوريقات خفيفه والطعم من الاخر. شايفين يا بنات؟ والله جميله وحلوه جدا. هتعمليها، والمكون ده حلو جدا جدا اللي لسه لاول مره كمان بيعمل فطير. شايفين التوريقات تتعدي بالواحده، وما خدتش معانا وقت خالص ولا مجهود خالص. اشوفكم على خير فيديو جديد. اترككم في رعايه الله. السلام عليكم.